السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين ده ايه؟ ده لانشون فراخ. عملنا من ربع كيلو صدور. عملنا كمية حلوة قوي اكتر من النص كيلو لانشون فراخ. كمان طعمه كان تحفة وريحته تحفة والتيست بتاعه عالي جدا. وكمان قطعناه بالطريقة دي، تقدري تقطعيه شرايح اخف من كده وارق من كده. طبعا يعني تظبطي ايدك، بس بجد الوصفة بتاعت النهاردة تحفة جدا. كنا عاملينه قبل كده بالبيض وبالجبنة المثلثات وكان طلع حلو، لكن النهاردة عملناه بطريقة احسن بكتير. يلا بينا نبتدي. معايا ربع كيلو من صدور البانيه، قطعناها كده مكعبات صغيرة واديناها فرمة كده ايه، فرمة بسيطة. اهم حاجة نكون الفراخ دي او الصدور غسلينها كويس قبل ما نستخدمها، يعني نقعناها في محلول نقع. اديناها فرمة كده بسيطة في الكبة، وبعدين هنزل الجوانب بتاعتها عشان لما انزل ببقية المكونات تبقى كل الفراخ معايا مختلطة بالمكونات. ده ايه؟ ده فص توم واحد مع 2 حبهان، فرمتهم مع بعض. طبعا بشيل القشر بتاع الحبهان وباخد بس اللي هو الحبوب السوداء اللي هي جوه الحبهان، بفرمها مع فص التوم بس كده. هنزل بقى بمعلقة من البابريكا، معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود المطحون. ودي الوصفة معانا، دي الحاجة الأساسية معانا، دي بهارات فراخ، بهارات لانشون، دي بهارات لانشون من عند العطار. ومعانا مكعبين من مرقة الدجاج، ومعانا 2 مثلثات من الجبنة أي نوع انت عايزاه، ومعايا معلقتين من النشا، معلقتين كبار. بصوا، معايا بيضة، ومعايا نص كوباية من المية الساقعة وفيها مكعبات من التلج. وما تنسوش بهارات اللانشون هتلاقوها عند العطار. نزلت هنا بكل المكونات دي، ولسه معانا مكون تاني، بس دي كل المكونات اللي معانا النهاردة. مكونات النهاردة سهلة وبسيطة وهتطلع معايا تيست حلو قوي. اهم حاجة ما تنسيش لانشون، بهارات اللانشون. نزلت هنا بقى ايه، بعد ما ضربت كده الفراخ مع كل التوابل، نزلت ببيضة واحدة وممكن تستغني عنها. تمام. بصوا بقى هنا انا بعد ما حطيت البيضة هضرب برضو جامد قوي قوي عشان انعمها، وبعد كده نزلت ايه بحوالي اقل من ربع كوباية من الزيت، اقل من ربع كوباية، عشان بس يبقى الخليط بتاعي ناعم وكريمي. بصوا بقى هضرب كده. حطيت كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، وخدي بالك ما تزوديش ملح عشان مرقة الدجاج فيها ملح وبهارات اللانشون فيها ملح. جربي بهارات اللانشون في الوصفة دي، بجد هيطلع معاكي التيست تحفة جدا. جبت هنا كيس حراري، طبعا مش هعمل في اكياس من التلاجة عشان طبعا انتوا عارفين ان هي مش صحية، يعني احنا ممكن نستخدمها على البارد لكن ما ينفعش نسوي فيها حاجة. هنا جبت الكيس الحراري، نزلت بيه كده في الخليط، نزلت بالخليط فيه. بصوا هبتدي ان انا ايه اسويه كده بايديا وارجع كل الخليط لورا. بصوا بعدين بقى ايه، اول ما اتاكد ان الخليط كله نزل لتحت، اللانشون كله نزل تحت، ابتدي بقى ان انا ابرم الكيس كده. وما تخافوش، مش هيطلع مننا في السوا خالص. بصوا بقى، بصوا انا بشاور لكم ان في فقاعات كده لازم نفضيها بالخله. انا ما كانش عندي خله فبرضو مش هتبقى مشكله بالنسبه لي، بس احنا بنفضي الفقاعات دي عشان كوز اللانشون من بره يبقى ناعم، ما يبقاش فيه خروم. بس انا طبعا ما فضيتش الفقاعات دي، فنزلت يعني حطيتها كده، ما فضيتهاش. مش مشكله يبقى عندي خروم من بره، مفيش اي مشكله. جبت بقى ايه بعد ما لفيت الكيس الحراري في اللانشون، جبت بقى ايه الورق الفويل ده كده، ورحت ايه عامله الورقه طبقتين، وابتديت ان انا ابرمه كده في الورقه بتاعه الفويل، وبعدين اقفل عليه من الجناب كويس قوي. معايا هنا بقى ايه حله فيها ميه، وحطيت فيها معلقتين كده خل. ليه؟ عشان الورق الفويل ده في الغليان ما يسودش مني. بصوا هنا انا بشاور لكم بالمعلقه
ان المية طالعة فوقيها، عشان انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم. سبتها تستوي لمدة ساعة وربع على نار عالية او نار متوسطة، اهم حاجة مش اقل من ساعة وربع. بصوا بقى الخروم دي عشان انا ما فضيتش الهواء اللي كان في الكيس الحراري. ما كانش عندي خلة، وما كنتش حابة ان انا استخدم دبوس معدن او الحاجات دي يعني. فقلت مش مشكلة، احنا كده كده يعني مش هنبيعه، ده للبيت. بس انتي لو عملتيه زي ما قلتلك بنفس الطريقة دي وفضيتي الهواء بالخلة، هتطلع معاكي الجوز اللانشون ده من بره ناعم جدا، لكن من جوه بصوا بقى نص معلقة البيكنج باودر مخلياه من جوه مش مكتوم خالص. بصوا بقى عامل ازاي النشا كمان مخلياه طري، وكمان مش مفرول. بتغنيني خالص عن الجيلاتين. في ناس، انا عمري ما استخدمت الجيلاتين في اللانشون. في وصفات او في ناس بتعمل اللانشون بالجيلاتين بدل النشا، بس انا مش بحب استخدم الجيلاتين، انا عندي النشا افيد بكتير. بصي بقى هتقطعيه بالطريقة دي، وتقدري كمان تقطعيه ارق من كده، يطلع معاكي كمية حلوة جدا. انا وزنته طلع معايا نص وربع، يعني كيلو الا ربع، بجد كمية حلوة جدا. جبت معايا بقى هنا ايه رغيف فين وكده. وطبعا هتقطعي اللانشون بتاعك على قد الاستخدام، ما تقطعيش الكوس كله وتحطيه في التلاجة، حطي عشان طبعا ده من غير مادة حافظة. ده ممكن تقطعي على قد زي ما انا عاملة كده، ده هنستخدمه للسندوتشات دلوقتي. والباقي بشيله زي ما هو كده في الفريزر، وبطلعه من بالليل عشان اعمل منه سندوتشات الصبح. لو حابة تقطعيه كله يبقى تقطعيه وتحطيه في اطباق فوم، وتدخليه الفريزر وتطلعي طبق طبق. انا هنا حطيت كده عنقود عنب جنب اللانشون، على اساس ان انا ايه يعني اغير الالوان شويه. بصوا بقى الشكل تحفه ازاي. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.